الربيع العربي كان ثورة لشعب ما شاف الخير من نظام استلم الحكم وأجرم بالشعب وما أعطاهم الحقوق المشروعة إلهم، فقام الشعب على الحكم وفعلا انتصر في بعض المناطق وسقط الحكم. وبالنهاية هي ثورة شعب، ومثل ما قال الساروت هذه الثورة ثورة شعب، والشعب عمره ما فشل. الشعب ثورة الشعب ودها تنتصر بالشعب بإذن الله. وفعلا مثل ما قال الله يرحمه. ولكن هل إذا استلمت ثورة الشعب الحكم رح تعرف تتصرف؟ ما أعتقد، وهذا اللي شفناه بثورة شعب ليبيا. الحكومة انقسمت لجزئين، حكومة الوحدة الوطنية بغرب ليبيا استلمها عبد الحميد الدبيبة مدعومة من الأمم المتحدة، وهي الحكومة الشرعية دوليا. حكومة الاستقرار الوطني بشرق ليبيا تحت قيادة حفتر، ورئيسها هو أسامة حماد، مدعومة من مجلس النواب، وهي الحكومة اللي بتنافس الحكومة الموجودة بالغرب، بس ما عندها نفس الاعتراف الدولي الموجود بالحكومة الغربية. يعني فهمت علي، الوضع صار خبصة. بالله كيف بدها تتحد هاي الدولة لبعدين؟ وثورة تونس نفس الكلام، صار في اضطراب بالحكم، والاقتصاد بعد الثورة ما ارتفع، بالعكس نزل، وانخفضت قيمة الدينار، والبطالة زادت، وتطرفت جماعات إرهابية بين عام 2013 ل 2016، والشعب فقد الأمل من هاي الحكومة. وغيرها من الأمثال كتير. في فيديو كامل رح أتكلم فيه عن الربيع العربي واللي صار فيه من إيجابيات وسلبيات. صار لي ساعة بقول إيجابيات ما بتزبط معي، وأنا إنسان صريح ما عندي لف ودوران مشان أرضي المتابعين، الحقيقة تقال. ولكن مش هذا موضوعنا اليوم. الربيع العربي قام على أيدي ناس عاشت ظروف ما كانت مثل الظروف اللي عايشينها اليوم. انتشار الإنترنت والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، أما بهدول الشهرين أنارت شعلة جين زد وبلشوا ثورتهم، أو فينا نقول الربيع العربي الجديد تبعه. فهيك جيل تشبع مخه بهاي الأفكار، هل ممكن نعمل ثورة ناجحة؟ اللي صار لهلا بنيبال وبنغلاديش وهلا بالمغرب كلهم من ابناء شعب جين زد، في منهم جد انتصر، بس شو حيصير لقدام؟ الاحداث اللي لساها بتصير بالمغرب. فخلينا نحكي شوي عن ثورة جين زد. السلام عليكم، معكم رايف ومقطع جديد. ما توقعت صراحة اني احكي عن ثورة شباب، حتى مو هو المشكلة انه جد نجحت ومحتواي ما صار سياسي بحت، بس هيك مواضيع وانتشرت عن جيل زد، فلازم نعرف شو جيلنا عم يخبص. جيل زد هو الجيل بين 1995 ل 2010، فإذا لو أنت 2011 للأسف أنت مانك من جيلنا، اطلع بر ولا تطلع، لا أنتوا بسموكم من جيل ألفا اللي هو جيل من 2011 لهلا اللي عم ينخلقوا هلا. يعني جايكم فيديو بالطريق، يعني لا تخاف. رأسوا لخلنا نوصل 50 لك شغل، أنا جابكم محتوى الزبالة مدمو كان وصل ل 100,000 مشترك قبل نهاية السنة، وإذا جد وصلت ل 100,000 مشترك صراحة ما حسوي شيء، يعني مش شايفني أو فلة ولا قرمنتينا مثلا، ما معي آكل أنا. وبسم الله نبدأ. الثورة اللي بدأت بالمغرب رح أقسمها لأسئلة مشان توضح الصورة أكثر. أول شيء، إيش هو الحكم الراهن بالمغرب وعن إيش نتج؟ يعني نتج عن ثورة قامت بالربيع العربي ولا قبل هيك ولا شو الوضع؟ وإيش هو نوع الحكومة بالضبط؟ ثاني سؤال، إنه فأتبع سببه، كل شيء له سبب، فشو الأسباب اللي عملت الحكومة وخلت الشعب يقوم عليهم؟ لا مو بس شعب، الشباب حسرة. وثالث شيء، شو الثورة اللي طلعت وكيف وصلت لهي الدرجة وشو صار بهاي الأيام، وهل ردت الحكومة ولا لا؟ بعطي رأيي المهم جدا بالموضوع. اتفقنا؟ حكومة المغرب الحالية بدأت من 7 أكتوبر 2021. هل بيذكرك 7 أكتوبر بشيء؟ أعتقد إيه. رئيسهم هو عزيز أخنوش، وحكمهم هو حكم ملكي. إيش يعني ملكي؟ يعني ما في انتخاب للرئيس مثل الجمهورية العربية السورية العزيزة، كان عندنا انتخابات للرئيس، بس سبحان الله زمان مانك ابن زلمة وتنتخب غير بشار الأسد، يعني هو اسمه جمهوري بس على الفاضي. أما هلأ مالك ابن زلمه وتختار غير احمد شاب. لا بمزح، بس ما بفزع بين عن جد اذا فينا نختار غيره او لا. مش فارقه الموضوع صراحه، اهم شيء يكون رئيس بخاف الله وبتهمه مصلحه الشعب، اما غير هيك مش مهم مين هو. الحكم بالمغرب هو حكم ملكي زي ما قلنا. يعني لا اوضح لك الفكره اكثر، الرئيس الاول رح يكون مين؟ رح يكون فلان. الرئيس الثاني مين بيكون؟ رح يكون فلان ابن زفت. الرئيس الثالث مين رح يكون؟ رح يكون زفوت ابن زفت ابن فلان. ما قصدي على حدا والله، بس بشرح شو يعني حكم ملكي، بس يعني ما حدا ياخذ على خاطره انه دولته يعني انه العائله هي اللي بتورث الملك كله. ودين المغرب هو الاسلام، ولا مو بس هيك، كمان هنا بينوا الدين فيه، يعني حتى مسمين رئيس هو امير المؤمنين. يعني الفكره اللي اخذناها على الحكومه انه هي حكومه تحت اطار اسلامي، وهي حكم ملكي دستوري. في ملكي مطلق يعني انه الملك هو الكل بالكل، وفي ملكي دستوري هو انه الملك نصبا، بس انه في دستور بيختار البرلمان وبيختار الحكومه، اما الملك بضل يعني له شغلات بس مو كل شيء. ايش صار بالربيع العربي بالمغرب؟ طلع الشعب مظاهرات سلميه يعني بدون قتل بدون نهب
الشعب بدون رفع السلاح بتاتا، بس اسماع للصوت. وفعلا استجابت الحكومة بسرعة، طلع قرار بإصلاح الدستور كامل وانتخابات جديدة. الربيع العربي ما أعطى حكم جديد ولكن أعطى مسار إصلاحي للدولة. طيب هو أعطى مسار إصلاحي للدولة وعمل انتخابات جديدة والأمور لوز. طب شو صار هلأ؟ يعني شو سبب نفور الشعب أو جين زد من الحكم؟ صح إن الدستور تغير بس الحكومة الفعلية ما تغيرت. كان في من احتجاجات الشعب إنه الملك ينحد من حكمه، بس ما كانت الملك ضلت فعلية مثل ما هي، ما تغير شيء. لما طلع دستور جديد وانتخبوا برلمان جديد، بس هذا البرلمان ما كان كفؤ بإنه يحقق الوعود اللي وعد فيها، يعني ما أوفى بوعوده. فساد ضل موجود. يعني أحد الأشخاص اللي أنا بعرفهم بالمغرب قال لي إنه ما فيك تفوت على مشافي أو مراكز حكومية إلا برشاوي، لازم تدفع. بهاي النقطة الرشاوي بتشبه سوريا القديمة جدا، بس عندنا كان الموضوع أوضح بكتير. يعني بالمشرمحة يعطي أمي رشاوي لحتى أمشي. والفشل الاقتصادي هذا من أهم الشغلات، والبطالة اللي انتشرت. يعني أنا تخرجت ومعي شهادة ما فيني أعمل فيها شيء غير إني أعلق على الحيط أو أخليها ماوس باد. وصار في تراجع بالحريات، حرية التعبير والكلام اللي وعدوا فيها ما صارت فعليا. وآخر شيء بعد كل هذا الشعب يأس من الحكومة الزفت اللي بتحكمه. اتدهورت الصحة وحرفيا المشافي معاملتها سيئة جدا. أحد الأمثلة شخص من الأشخاص قاعد يصور أخته وهن مو عاطينا لا أكسجين ولا رعاية ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حتى دكاترة ما في حدا ولا ممرضين ولا شيء. ولك شيلين الصحة في هذه البلاد والسيد عامل يقلب العاملة واختي كتموت عباد الله. شوف اختي كتموت عباد الله كل شي واحد متدافع. فين هو الأكسجين؟ فين هو؟ شوفوا عباد الله. أنتم عباد الله. وبمشفى آخر بالدار البيضاء المرضى قاعدين عم يستنوا بالأراضي والنساء بتموت بالمشافي وأثناء الولادة والدولة ولا كان هم. يعني أقل حقوق الإنسان هو حق الصحة ما عاد متوفر عنده. برضو تدهور التعليم عندهم، إنه ناس تتخرج ولا بتلاقي فرص عمل ولا شيء. انتشار بطالة بشكل مخيف. وبالمقابل المغرب رح تستضيف كأس العالم بعام 2030 وفي شيء تاني كمان رح تستضيفه بس أنا ما بفهم بالطابة. يعني فالدولة تنتبه للتعليم اللي رح يبني الدولة ولا المشافي اللي هي القاعدة الأساسية بالدولة؟ لا، راح تبني ملاعب مشان المونديال بتجهز من هلا. وهذا اللي أثار غضب الشعب، إنه أنت جد قاعد عم تدفع مبالغ طائلة للملاعب وإحنا مو لاقيين مشافي نتشافى فيها مثل العالم والناس. فجيل زد ما سكت والله وراحوا سووا سيرفر ديسكورد وبلشوا يتفقوا على الثورة تبع جين زد 212. قرروا انه يطلعوا مظاهرات امام البرلمان، وركز لي على هاي الكلمة مليح، مظاهرات سلمية، مثل ما قلنا ما في قتل ولا نهب ولا رفع سلاح بتاتا، بس طلعوا يطالبوا بحقوقهم المشروعة لهم. سووا سيرفر ديسكورد واتفقوا انه يطلعوا ب 27 سبتمبر بهدف شو؟ بهدف الإصلاح. الشعب ما بده يسقط الحكم الملكي، يعني مثل اللي صار بسوريا. احنا كان بدنا نسقط حكم بشار، اما هن لا، هن بس بدهم إصلاحات بالمنظومة الصحية ومنظومة التعليم وعدم انتشار الفساد مثل الرشاوي وغيره. طلعوا امام البرلمان وفعلا يوم يومين ثلاثة ما صار شيء، كان الوضع طبيعي. اليوم الرابع صار في تخبيص. الشرطة بلشت اعتقالات للأولاد، أولاد يعني هن جد أولاد ما تعدى السن القانوني لسه. ما وقفت على هون وبس، الشرطة تعدت حدها جد، بلشت تفتل بالسيارات وتدعس بالمتظاهرين. شو عايشين جي وانتشرت مقاطع لناس انه في واحد جد رجله راحت. ما فيني اورجيكم المقطع لسبب سياسات اليوتيوب العزيزة، بحبك يوتيوب حبيب قلبي. وطبعا بداية المظاهرة كانت سلمية، ثورتنا كانت سلمية يا غصن الزيتون، اي بدنا نشيله لبشار مما كان يكون. بس مظاهرة وطالعين عدد كبير الا ما يكون صار في تمردات، يعني مثل التخريب. ويمكن هذا اللي خلى الشرطة تتعدى حدودها وتبلش انه تدعوس الناس وما شو تسوي. بس للاسف الوضع تطور اكثر من هيك. يعني انه احنا طالعين مظاهرة سلمية وانتم حكومة اسلامية تعملوا اللي عملتوه على اي اساس؟ فتحولت المظاهرة من سلمية الى حربية. والمشكلة فيهم انه هاي المظاهرة يعني ما فيها شخص يترأسها، وهي حرفيا ممكن تكون هي الطامة اللي بتنزع الثورة كلها. لانه اذا الحكومة بدها تتفق مع شخص معين، مع مين بدها تحكي؟ واذا مثلا الثوره فازت مين بده يحكم؟ لانه بصير كله بده منصب، فرح تصير ورطه. وهيك كانت ثورتنا ب 2012 بسوريا. ماشي ثوره ضد حكم ظالم على عيني وراسي، بس ما في فرقه معينه تحت قائد معين هي اللي ماشيه صح. كانت جماعات فرديه وكثير منها طلعت تحت اسم الثوره بس مشان ينهبوا ويسرقوا. ونفس الشيء بالمغرب، يعني فاتحين لكاسا دي بابيل قاعدين عم يسطوا على بنك. ما عاد في وجهة محددة تقول انه هدول الصح، لانه هدول عم يغلطوا وهدول كمان عم يغلطوا. حتى الحكومة رفعت سلاح ودعست المتظاهرين واعتقلت النساء والكبار والاولاد والصغار وكل شيء. ومات للان 3 اشخاص الله يرحمه. هلا في نقطة كمان بدي انوه عليها، انه مو كل المغرب صار فيها ثورة، مشان ما تفكر انه كل المغرب هلا قايمة، لا. في عندك الرباط والدار البيضاء واكانيز وكرانش، ما في كرانش، مراكش وتنزيت ووجدة والقليعة وسلا ومكانس.
مكناس قصدي وغيرهم كتير، يعني ما بعرف شو هالاسماء وحتى ما بعرف شو لغتكم انتم. يعني حاولت افهم بعض مقاطع الموجوده ما فهمت شو عم تحكوا. بحكي هلا اهم النقاط اللي صارت ببعض المناطق. عندك القليعه هي انقتل منها 2 من ال3 ال200 اصلا، هو في 3 هن 2 ماتوا من القليعه، فهمت شي؟ لانه كانوا قاعدين عم يقتحموا الدرج الملكي، فهذا خلى انه الحكومه ترفع سلاح عليهم. بأكادير صارت الاحتجاجات لأنه في 8 نساء ماتوا بسبب الولادة القيصرية، يعني حتى توليد ما كانوا عم يعرفوا يولدوا. شو المشافي الزفت. أعتقد هاي من أهم الأسباب اللي كانت مشان يطلعوا فيها مظاهرات. بأنزا كان أشعلوا بنك كامل وصار في اشتباكات بين الحكومة والمتظاهرين. في عندي تعليق هون، يعني طبيعي انكم تشعلوا بنك، ما هي فلوسكم يا عم. ما بعرف، غريبة القصة هاي. بالرباط اعتقلوا مئات الأشخاص، وبالدار البيضاء كمان نفس الشيء، وبمنطقة سلا حرقوا سيارات الشرطة وحرقوا بنك وخربوا ممتلكات عامة. وهاي هي أهم الأحداث اللي صارت. فشو ردت حكومة على جين زيد؟ طلع رئيس الحكومة أمير المؤمنين بالرد على مطالب الشباب. نشوف الفيديو. سيدات والسادة أعضاء الحكومة، تابعنا جميعا التطورات المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدد من مدن المملكة، والتي عرفت صعيدا خطير مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة. كما سجلنا للأسف وفاة 3 ديال الأشخاص رحمهم الله. وهنا لابد أن ننوه بالتدخلات النظامية مختلف الهيئات الأمنية التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية. كما نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة. وتجدد مرة أخرى التأكيد أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة. كلامه انه نؤكد على الرد على مطالب الشباب. المفروض انه سيتم تحسين منظومة الصحة ومنظومة التعليم ومنع الفساد مثل الرشاوي والواسطات، ونخلي شوية فلوس تنصرف على هاي الامور الضرورية بدل ملاعب مش هالمونديال لما تشوف الملاعب الضخمة اللي قاعدين بنوها بتقول هاي دولة عايشة بنعيم، وهن يا حسرتي قاعدين عم موتوا اصلا. وبعد هذا الرد فعلا هدأت مظاهرات، ما بنقول وقفت ولكن هدأت. بس بعد ايش؟ بعد ما ناس تأذت وناس اندعست وناس مدري ايش صار لها، ولكن مثل ما قلنا هاي الثورة ثورة شعب، والشعب بعمره ما خسر. Current crisis, or it could have been seeing Nepal's homes of many other political leaders also in flames, as the anger against corruption and social media restrict younger generation rates. ثورة نيبال كانت من عدة تراكمات صارت بالدولة، الفساد المنتشر، تدهور الاقتصاد. طلعت حملة نيبو كيدز اللي بتورجي الفروقات بين الطبقة المخملية من الأطفال والطبقة اللي أكبر أحلامهم هن إنه ياكلوا ويشربوا. وبعدها طلع قرار منع السوشيال ميديا، وهذا هو اللي أشعل الشعب. طلعوا مظاهرات وحرقوا الممتلكات العامة وحرقوا البرلمان، طلعوا الوزراء بلا أواعي وزروا الرئيس، فتحوا السجون وطلعوا المساجين الخطرين، يعني طلعوا أكثر من 13,000 سجين، وانقتل 78 واحد، وانتصروا على الحكم ورفعوا علم ون بيس بدل علمهم. مظاهرة جين زيد، يعني شو متوقع تكون اخرتها مثلا؟ لسه الوضع متوتر سياسيا واقتصاديا، ومو معروف مين الحكومه ومين الوزراء ومين الدوله. يعني يمكن فتحوا سيرفر ديسكورد مشان يختاروا الرئيس الجديد. بالنهايه الله يهدي الامور بالمغرب ويصلح احوالهم من حكومه وشعب. الوعي عند جين زيد ارتفع بعد الثورات اللي صارت، وهل في احتمال انه نلاقي ربيع عربي جديد بعد اللي صار؟ انا صراحه خايف على مصر شو يصير فيها. اما سوريا لا عاد ما توصل، ما صلنا يومين محررين. حافظوا على دولتكم وخدوها من شخص عرف شو يعني ثوره وعرف شو يعني انقلاب على حكومه. صح ما عملت شيء بالثوره، بس ما في بيت سوري الا وتضرر من اللي صار ب 2011. وبالنهايه ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان. لا تنسوا اللايك وخلينا نوصل 50 لايك، واشتركوا بالقناه مشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن قبل نهايه السنه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله، مع السلامه.